بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، خلق الله الخلق من أجل مهمتين عظيمتين: عبادة المولى عز وجل وعمارة الأرض. ومن أجل ذلك تفضل المولى وتكرم على البشرية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لتتعرف البشرية على مراد الله عز وجل وتقيم العدل في الأرض. فقال المولى عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والله الخالق له القدرة المطلقة، لو شاء أن يجعل الناس على عقيدة أو مذهب أو عرق أو لغة فأمره بين الكاف والنون، لكن اقتضت حكمة ربنا عز وجل أن يختلف الناس في أعراقهم، في ألوانهم، في لغاتهم، في أديانهم. فقال ربنا عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومن الطبيعي أن يعتبر الإنسان أن ما يؤمن به في العقيدة والدين صحيحا وغيره باطل، وهذا في حده الطبيعي مقبول، بل هو مطلوب، لأن العقيدة مبنية على اليقين لا على الظن. فاعتقاده أن ما عليه من دين هو الصواب هذا من حقه، لكن الذي ليس من حقه هو أن يحرم غيره من هذا الحق، وأن يسعى لإجبار الناس على اعتناق معتقده والتضييق عليهم. فهذا ما لم يعط صلاحيته حتى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا عز وجل: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والمولى عز وجل قرر أنه لا سلطان للداعي غير سلطان التذكير والموعظة الحسنة. فقال ربنا عز وجل لرسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكانت مهمة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حددها القرآن الكريم بقوله: إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من هنا أيها السادة والسيدات، أود لفت أنظاركم إلى مأساة إخوتنا في الإنسانية، وإخوتنا في الوطن، وإخوتنا في القومية أبناء الديانة الإيزيدية، حيث تتكرر المآسي والإبادة بحقهم في ظل إدانات خجولة وقتية لا تتجاوز سخونة الحدث، وليس آخرها ما جرى لهم في سنجار ولا ما يجري اليوم في قراهم في عفرين. وقد كانوا منذ تأسيس الدولة السورية يعاملون ويجبرون على الإسلام، وكانت الدساتير
تصر على اعتبارهم طائفة من المسلمين وتجبرهم على التحاكم إلى الفقه الإسلامي. وهذا أمر يرفضه القرآن الكريم والسنة المطهرة والفقه الإسلامي المستنير، لكن للأسف هذا ما جرى طوال الوقت. أمس اتصلت بي السيدة الفاضلة والأخت الكريمة الأستاذة مزقين يوسف رئيسة مجلس إيزيدي سوريا لتصدمني بقرار وتعميم من النظام السوري الجائر الظالم في 14 فبراير هذا العام 2021 بتعميم صادر من وزارة الظلم بما تسمى وزارة العدل، بتعميم بالرقم 7، حيث بموجب هذا المرسوم تقزم الإيزيدية وتسلب من حقها كديانة إلى اعتبارهم كطائفة، وبالتالي إخضاع أتباعها والمؤمنين بها للمحاكم الشرعية الإسلامية. إن هذا إجحاف وظلم بين وخرق فاضح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن أن هذا أمر يرفضه الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. عندما قدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة وأسس دولته، صنع أعظم وثيقة على مر التاريخ بعدم إجبار سكان الدولة الوليدة على الإسلام ولا إلى التحاكم إلى الإسلام. فقد قررت وثيقة المدينة أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مصداقا للأمر الإلهي الذي أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول لجميع المخالفين: لكم دينكم ولي دين. فمن حق أتباع كل دين أن يتحاكموا إلى شرائعهم الخاصة بهم. ألم يقل المولى عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وأروع تطبيق عملي ما فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما جاء قوم من اليهود في مسألة ليحكم بينهم، فتوجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى حبرهم وكبيرهم يقول: أنشدك بالله وبالتوراة الذي نزل على موسى يوم طور سيناء ما تجد في التوراة، وحكم بينهم بما كان في التوراة. وليتنا رجعنا إلى الفقه الإسلامي واستنباطاته من هذه الآية الكريمة، حيث قرر الفقهاء أن الإسلام حفظ حقوق الأقليات في التحاكم لقوانينها وشرائعها الخاصة التي تعود إلى أحكام دينهم، إذ إجبارهم على التحاكم لغيرها من الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن الكريم في قوله: لا إكراه في الدين. وأشد أنواع الإكراه الديني خطرا وظلما إجبار الإنسان على التحاكم لغير الدين الذي يؤمن به، خاصة إذا كان يرى أن مثل هذا التحاكم يخرجه من ملته أو كفر يناقض دينه. ومن روائع الفقه الإسلامي ما يذكره التابعي الجليل الإمام الزهري بقوله:
مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم بكتاب الله عز وجل. وتجد هذا المبدأ مقررا عند الإمام مالك بن أنس في المدونة، وعند الإمام الشافعي في الأم. من هنا ومن جراء هذا التعميم الظالم الجائر بحق أبناء الديانة الإيزيدية، إننا في مؤسسة شيخ الشهداء معشوق الخزنوي للحوار والتسامح والتجديد الديني نناشد كل ذي عقل ومنطق وضمير ودين، سواء كان في صفوف النظام أو المعارضة، وخاصة في الحركة السياسية الكردية، للوقوف بحزم أمام هذا الظلم والجور بحق الإيزيديين، والعمل من أجل الدستور القادم في سوريا على الاعتراف بهم كديانة قائمة بذاتها وليست طائفة، يشرع لهم مواد قانونية مستنبطة من فقههم في الأحوال الشخصية على غرار المادة 307 المتعلق بالطائفة الدرزية، والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية في سوريا، ولا أقل من إخضاع الإيزيديين للمحاكم المدنية، وذلك أضعف الإيمان. خلال التاريخ جرى الكثير من الويل بحق الإيزيديين، ونحن اليوم أمام اختبار حقيقي لصدق ما نؤمن به من أخوة إنسانية ومواطنة. كل التضامن مع أبناء الديانة الإيزيدية والاعتراف بحقهم الديني في دستور سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.